اجل ورسميا ايوب بوعدي المغربي يوقع رسميا في نادي مانشستر سيتي. ما غاديش نهضروا كومسي هذا مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا مش اي جنسيه واحده اخرى. بغيت نهضر لك على ايوب بوعدي، هذا الانسان وهذا اللاعب اللي مش عارف كيفاش روح للسيتي. اسك هو لاعب عنده مستوى عالي باش يروح للسيتي، ولا السيتي دوكا كيروح لغوارديولا وروح لها برناردو سيلفا وروح لها رودري وروح لها دي بروين اللي كانوا ارماده لاعبين يلعبوا في السيتي، واللاعبين كانوا يتمنوا يلعبوا في السيتي بقياده غوارديولا. اسو بوان المستوى تاعها طاح باش يلعب ايوب بوعدي في نادي مانشستر سيتي. انا مانيش نطيح مع ايوب بوعدي باسكو هذا اللاعب راه عاد جاي وراه عاد باغي يبروغريسي، ماشي مستوى تاع مانشستر سيتي، ماشي مستوى باش يلعب مع فودان، ماشي مستوى باش يلعب مع هالاند، ماشي مستوى باش يلعب مع سيمينيو، وماشي مستوى باش يلعب مع دوكو. هادو لاعبين خارقين ما كاش كيفاش. اي نوري ماشي مستوى تاع باش تقولوا بلي انت عقلوا على هذاك اللي قال الملاعب ديال المغرب بالذكاء الاصطناعي وما يوصلوش وما يكملوش. هو هذا اللي قال لهم الملاعب ديال الذكاء الاصطناعي وما يكملوش. اليوم اسيدي خرجنا بخرجه قال لك اسيدي هذا راه غير الصغيور ديال صحافه الزيكو، راه غادي يتعلم حتى هو في الجزائر ديالنا مع صحافه الزيكو ديالنا، لانه مازال ما خرجوش هذوك الكبار باش يهضروا على هذه الصفقه، لانه هذه الصفقه دخلت للتاريخ. يعني 100 مليون ديريكت، اول لاعب في العرب دخل للتاريخ، والف مبروك عليه. وبوعدي من النجوم القادمين بقوه ونجم له النجم. يعني الناس هذا بعد الانسان هذا دونك ما عرفناش انسان بحال هادو اللي يهضروا في الكره اللي زادوا غير البارح. هذا بداها باش بداها بالملاعب ديال المغرب الذكاء الاصطناعي. اليوم راك تشوف هذا، تشوف قال لك تجيبوا عندي هذا مستوى ديالو ضعيف والسيتي وطعطاط ومنا. ما فهمتش انا هاد الناس ما يخرجوا لنا، نقسم لكم بالله العظيم انا ما فهمت. سيد لو كانوا السيتي ما السيتي هادو مانشستر سيتي اللي فريق كبير وفيه نجوم قداش وفيه هالاند ما يعرفوش. لو كان نورمالمون كانوا خاصهم يعيطوا لصحافه زيكو، يعيطوا لهذو ويجمعوهم ويقولوا بغينا نشري واحد اللاعب من المغرب، بغينا نشريوه ب 100 مليون، واش الراي ديالكم؟ ها يعطيوهم الراي كاع ينوطيو 0-0. لانه علاش؟ لانه الحسد والغيره تاكلهم، لانهم الحسد والغيره تاكلهم. درك مثلا من تشوف البارح السيباري مع رامي بن سبعين، شوف العقليه كيفاش دايره. العقليه ديال الحسد، يعني انسان مشى لبايرن ميونخ الاخر جا طاق بغى يضيع له في الكارير ديالو. من تشوف الوزاني ما شاء الله عليه في اجاكس امستردام، من تشوف انت ابراهيم دياز الريال، واخا مازال ما خاص ابراهيم دياز يتحرك شويه يضرب الغبار على راسو باش يولي يلعب رسمي في الريال. من تشوف الزلزولي، تشوف نجوم كبيره ومتالقه في دوريات كبار، تشوف مانشستر يونايتد، تشوف يعني الحسد والغيره هو اللي خلاته يهضر هذا الشيء. انا غير لعاب واحد راه يلعب في مانشستر سيتي ايت نوري راهم فالحين به الدنيا، عطيني لعاب يلعب في المستوى العالي. من غير هذاك المدافع ديال البارح بن 70 راه طرطق هذاك، راك شلون هذاك مشى بالحمراء 2 ماتش 3 ماتش وموراه يمكن يجريو عليه بروسيا دورتموند لانه المستوى ديالو طاح. عطيني هذا هو الغل اللي راه في بنادم لداخل. تشوف المصريين، انا حطيت لكم هذيك لاباج ديال المصريين، تشوف المصريين حتى هما غادي يخرجوا لك من الجنب لانه علاش مساكين عايشين الغل. صلاح كان عندهم يتباهوا بصلاح، صلاح مشى لتركيا، راه عندهم واحد مشى لبرشلونه ما راهوش صدقلوا ما صدقلوش. انت وزارك ما تدخل للديال وتدخل البطولات صحاح وتدخل الاخر. ممكن يجيبوا مهاجم وراهم باغيين يجيبوا مهاجم ديال اتلانتيك مدريد، ممكن هذاك غادي يديروا الرسميه وما يبقاش يبان يهودوا للرديف موراها حتى وزهرك واش تبان ولا ما تبان. ولكن انت باش بقى الغيره والحسد بحال هذا الشيء اسمح لي. مرموش يكره في المانشستر سيتي ما جابوه وغلطوا فيه، راه ممكن بصح من تشوف دابا ادي 18 عام مشى ب 100 مليون وحنا في ريال مدريد. انا نتبع ريال مدريد مثلا نشوف كامافينغا وتشوف شواميني نبقى نضحك. تشوفوا الصفقات باش جات شواميني وكامافينغا باش جابهم سي بيريز راه تضحك، راه فضيحه. راه عندنا في ريال مدريد تشوف اردا غولير يلعب في ريال مدريد راه مشيت نفقع. شو البارح تنفقسنا مع اسبانيول وغير ربي كانوا غادي يتعادلوا 3 بوان ما قدروش يجيبوها من اسبانيول برشلونه. يعني الناس راه تعرف بوعدي موهبه طالعه رائعه وعالميه ومازال غادي تطرطق الدنيا ان شاء الله. غادي يكون من احسن وسط الميدان في العالم، الوزان من احسن وسط الميدان في العالم غادي يكون ايام بيننا. هذا هو الغل اللي راه في الدول العربيه والحسد. وما خاصهمش شي واحد يمشي يبان مغربي مشى ب 100 مليون خلعوه فابريسو روماني هضر عليه كلشي، الاسواق هضر عليه، ما خاصهمش الاعلام العالمي يتكلم عليه، ما خاصهمش. راه بحال صارين بحال القجع لا القجع لانه ناجح. تابعين فوزي القجع لانه ناجح. الناس هادو الناس مراد يخدموا اجندات ديال سيادهم اللي في الدوله.
اي صحافي تشوفوه من الميسره ولا من تاوانا يخدم اجنده ديال سيادو، خاصو يبدل لك دار البارابول، جمع القجع، قول القجع فاسد، قول القجع داير. نعم القجع لو كان فاسد ما غادي يكون في منصب قدو قداش في المغرب. ها ما غادي يشد مناصب قدها قداش، وغادي هو اللي غادي يبقى مع الدول، الصريع مع الدول. يعني الناس تكون تفهم شويه، تكون شويه مخ. سيد عالمي، سيد الناس انفيستات فيه، عرفت كيفاش تانفيستي، اغلى صفقه، الله يسهل عليه. السلام عليكم، نتمنوا له الخير والتوفيق وان شاء الله غادي ينجح، لانه مشى لفريق كبير، وهو بالكاركتير اللي عنده والعقليه اللي عنده اللي دارها وكونها غادي ينجح 100%. علاش؟ الناس خاصها تكون شويه قلبها ابيض وتبغي الخير للناس. الا بغيت تطلع انت في المستوى ديالك كيما هادو اللي بداو بزاوز، هادو اللي جداد، اللي ما المغرب راه بعيد، المغرب هرب في البنيه التحتيه. او كاس العالم للانديه قريبا ان شاء الله غادي يعطيوها للمغرب، وعقلوا عليها ان شاء الله العام الجاي في 2027 يسنيو عليها المغرب. عقلوا على بزاف الحوايج. علاش؟ المغرب راه هنا والدول الاخرى راهم في القاع. وشي راه في القاع، راه هذه حقيقه والله ما راني نقولها لكم شي حاجه. يعني ادخلوا غير يوتيوب وكتبوا اي مدينه في المغرب اللي بغيتوا، المدينه اللي بغيتوه كتبوها، راه تخرج لكم الفيديوهات، تشوفوا المدينه، ولا عيطوا لصحابكم، ولا روحوا نتوما بنفسكم شوفوا. كاين جزائريين هودوا المغرب نخلعوا، هودوا المغرب اللي ما كاينينش في السوشيال ميديا، ما تشوفوهمش. انا الناس مشات للمغرب وهضرت معايا، قلت لك اودي حنا كنا صحاب النار، انا دخلنا لاوروبا، صحاب لهم كاين البلدان البلايص اللي مشاو لهم صحاب لهم راهم في اوروبا. شي مراكش، الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، روح حوس على راسك. الماء ما يتقطعش عليهم، الضوء ما يتقطعش، الطرقات، الزبل حاشاكم ما تشوفوش في طريق الدنيا. الناس طلعت النيفو متبركين، الناس الحسد والغله اللي فيهم خاصهم يغطيو، خاصهم يديروا واحد الذباب الكتروني ينشروه في الفيسبوك والتيك توك والروينه باش يغطي لهم الحقائق، باش الشعب ديالنا حنا في الجزائر ما يشوفش هذيك الحقائق. غتشوف العيون كي دايره، روح تحسروش راك في اوروبا. وتشوفوا الداخله وتشوفوا، خليونا ساكتين. ما نبغيوش ندخلوا معاكم في حوايج راه عيب. تهضر على العاب مشى يلعب في مستوى عالي تهضروا عليه، لا ما ينجحش، لا ومخلوع ومخلوعين مساكين في هاد السوشيال ميديا. مالكم؟ ترفعوا شويه، طلعوا المستوى شويه. راه بهاد العقليه راكم خدامين غير سيادكم، ما راكم تطلعوا والو. هاد العقليه راكم خدامين غير سيادكم، وتبقاو نتوما روطار، والدولات اصلا روطار، لا في البنيه التحتيه، لا في الطرقات، لا في الماء، لا في الضوء، لا في حتى حاجه ما توقع لك حتى حاجه، لا في الاكل. جبر الماء، جبر دايرين تور ودايرين. اودي خلينا ساكتين، والله القسم الا نحشموا نهضروا شي حوايج. علاش حنا بقينا روطار؟ علاش حنا بلدان ما نطوروش؟ علاش ما نطلعوش؟ شباب مشاو يستاهلوا الناس تخدام، الناس عندها مستوى، الناس طلعت النيفو، الناس هاربه عليك بسنوات. يا اللي ما بغيتش تعيق وما بغيتش تفيق، لا تسمع لي هادو صحافه الزيكول، هاد المؤثرين اللي محسوب راسهم مؤثرين، راهم يضحكوا غير على الوقت. كي انت تجبر واحد يقول لك، تجبر جزائري في سبته يقول لك لا ماشي جزائري هذاك، لا لاكسيون الهضره. كيفاش ماشي لاكسيون؟ سيدي يقول لك انا جزائري وجبت لك الباسبور، يقول لك انا جزائري، تقول له ماشي جزائري، تكذبه. وجبت لك تصاور مدور وبلادو فين عايش، مدينته فين عايش، وتجي تكذبه. علاش؟ باش تبينش زعما بانه الجزائر ما يحاربوش. عاودي الجزائر راهم دايرين حالها، راه باطو يدفع باطو. اخوتنا بالله الله يهديكم، ما تبقاوش تكذبوا على الغاش. المهم الف مبروك عليه، يستاهل ما شاء الله. طرطقكم هذا الصباح هذا خلاكم تضربوا وتخطاو، ومازال ان شاء الله تشوفوه في الميدان. السيمانه الجايه ان شاء الله باذن الله، غدوه يفوت لا فيزيت ميديكال، غدوه ان شاء الله في الانجليز، وموراها تشوفوه في وسط الميدان. في وسط الميدان تشوفوه يلعب هكا وتبقى تفرج فيه وتقول كيفاش انا كنت غلط. لانه نتوما عندكم عقل تفكروا به، ما عقل ما والو. المهم عندكم واحد النص ديال المخيخ راه راسل لكم في الراس وصافي. كتشوفوا المستوى ديال الرياضه المغربيه انخلعتوا. كتشوفوا الشباب كلشي محترف، كلشي انديه كبيره، كلشي طلع النيفو. انخلعتوا لانه علاش؟ حنا ما عندناش نيفو، لانه حنا عايشين بالكذوب، معيشينكم بالكذوب في هذيك السوشيال ميديا. المهم هادشي اللي كاين. الف مبروك على بوعدي، يستاهل. قيمه صفقه كبيره، واول مره في التاريخ لاعب يتباع بهذه القيمه. نتمنوا له التوفيق في المسيره ديالو والنجاح، والسلام عليكم، تهلاو في راسكم.